تخيلي إنك ماشية في شوارع جاردن سيتي العريقة، وسط الهدوء والبيوت اللي ريحتها تاريخ. بتدوري على مكان يطبطب على روحك، وفجأة تلاقي نفسك قدام باب مكتوب عليه بيت فاطم. تدخلي عشان تلاقي الونس، تكتشفي إن الونس ده له تمن غالي قوي، تمن ممكن يهد جدران نفسيتك بالكامل. السؤال هنا، هل إحنا قدام ملاذ آمن فعلا ولا قدام مصيدة مرسومة بالمنقاش؟ الدنيا اتقلبت، الترند انفجر، الأسماء بدأت تترمى في وشنا زي الطلقات. فجأة الكاتب اللي كان بيوزع نصايح عن الاحتواء والأمان الأسري لقى نفسه ورا القضبان. البيت اللي كان مفتوح للفضفضة اتشمع بالشمع الأحمر. الكل بيسأل، إيه اللي حصل؟ هل هي حملة ممنهجة لتشويه كاتب ناجح؟ ولا هي صرخة مكتومة من بنات قرروا يكسروا حاجز الخوف؟ احنا مش جايين نهاجم حد ولا جايين ندافع عن حد، احنا جايين نحلل المشهد ونشوف الخيوط اللي اتقطعت في النص. بيت فاطم، المكان ده ما كانش مجرد شقة، ده كان براند أو قول علامة تجارية للدعم النفسي غير الرسمي. صاحب المكان محمد طاهر كان بيسوق لنفسه كأنه الأب البديل أو قول الأخ الكبير، منطقي إن الناس تدور على مساحات آمنة بعيد عن العيادات النفسية الغالية. واللي مشكوك فيه إن المكان ده ملوش أي صفة قانونية أو طبية، يعني لو حصلت مشكلة جوه أنت بتتعاملي مع شخص مش مع مؤسسة. وده أول خيط لازم نقف عنده. إزاي بنسلم مفاتيح نفسيتنا الناس ما عندهاش رخصة مزاولة مهنة؟ لما نقرأ الشهادات اللي اتنشرت هنلاقي نمط واحد بيتكرر. استنى، في حاجة هنا مش راكبة. ليه أغلب البنات اللي اشتكوا كانوا في حالة ضعف نفسي أو عندهم مشاكل أسرية؟ المنطق بيقول إن الشخص اللي بيقدم دعم لازم يحافظ على المسافة الاحترافية، لكن اللي اتقال في المحاضر والشهادات بيوصف علاقة تعدت الحدود الإنسانية لمساحات من التلامس الجسدي اللي تسمى علاج بالبوس والأحضان. هل ده علم ولا ده تأليف؟ مفيش مدرسة نفسية في العالم بتقر ده. يبقى احنا قدام اجتهاد شخصي خرج عن السيطرة، أو فخ تم نصبه بذكاء. احنا بنعيش في مجتمع متعطش للاحتواء. لما يظهر شخص يتكلم بلسان الحنية ويقول كلام يلمس الوجع يبقى زي المغناطيس. المجتمع هنا وقع في فخ تقديس الأشخاص. محمد طاهر عارف يلعب على وتر الاحتياج العاطفي وبنى لنفسه صورة الملاك المنقذ. لكن النقد القوي هنا مش للمتهم بس، النقد لينا احنا كمنظومة. ليه مفيش رقابة على مراكز التنمية البشرية دي والدعم النفسي اللي بقت أكتر من محلات الكشري؟ ليه البنت لما تحب تشتكي بتخاف من وصمة فبتسكت سنين لحد ما القنبلة تنفجر في وش الكل؟ الاحتمال الأول إن المتهم فعلا كان بيحاول يساعد بأسلوب مبتكر زي ما هو حاول يدافع عن نفسه في البداية، لكن غرق في شبر مياه، معرفش يميز ما بين الدعم والتجاوز. وده احتمال ضعيف قدام عدد البلاغات الرسمية اللي كانت في حقه. الاحتمال التاني إن احنا قدام شخصية سايكوباتية بتعرف تلبس قناع الفضيلة عشان توصل لأغراضها الدنيئة، وده النوع الأخطر لأنه بيستخدم الكلمات كسلاح للتخدير قبل الهجوم. بص معايا كده على التاريخ. أول بلاغ بيتكلم عن واقعة في 2017 وإحنا في 2026، يعني في فجوة زمنية كبيرة جدا. هل ده معناه إن الكلام مبالغ فيه ولا معناه إن الصدمة النفسية كانت قوية لدرجة إنها شلت حركة الضحايا السنين دي كلها؟ المنطق الاستقصائي بيقول إن تراكم الشهادات هي اللي ادت القضية وزنها، وعدد البنات اللي اتكلموا في وقت واحد بيخلينا نقول لأ، في دخان كتير يبقى أكيد في حريقة. القضية دي مش قضية ملامسات غير بريئة وبس، دي قضية وعي. احنا بنتعلم منها إن الكلمة الحلوة مش دايما بتبقى طالعة من قلب صافي، وإن الأماكن الآمنة لازم تكون محمية بالقانون قبل ما تكون محمية بالديكور والشعارات الرنانة. لحد اللحظة دي المتهم محبوس والنيابة بتدقق في كل كلمة. بس السؤال اللي بجد بيطرح نفسه، هل بيت فاطم هو المكان الوحيد اللي بيحصل فيه كده؟ ولا ده مجرد قمة جبل التلج
اللي بدأت تسيح. إيه حكاية الرسائل اللي اتسربت وكان فيها كلام مريب لكل اللي يقرب من الدايرة دي؟ استنى كده، تعال نبص بصة على الرسائل اللي اتسربت. الرسائل دي ما كانتش مجرد كلام، دي كانت خريطة طريق. لما تلاقي شخص بيبعت لعشرات البنات في نفس التوقيت رسائل بتبدأ بأنا حاسس بيكي، انتي محتاجة ونس، أنا شفتك في حلمي، هنا لازم يكون فيه منبه، ألارم يضرب في دماغك. المنطق بيقول إن ده مش أسلوب تعارف طبيعي، ده أسلوب صيد. المصطلحات المختارة بعناية كانت بتلعب على وتر التميز، إنه بيخلي الضحية تحس إنها الوحيدة اللي فاهمها والوحيدة اللي اختارها عشان يفتح لها قلبه. الناس اللي بتسأل ليه البنات سكتوا كل ده، الإجابة في سيكولوجية الترهيب الناعم. المتهم ما كانش بيبتزهم بصور، كان بيبتزهم بالمشاعر، كان بيحسسهم إنهم لو اتكلموا محدش هيصدقهم، لأن صورته قدام المجتمع هي صورة الراجل الصالح الأديب المثقف. ده اللي بنسميه في علم النفس التلاعب بالعقول، إنه يقنعك إنه العيب فيكي أو في فهمك مش في تصرفه هو. المبالغ فيه إن البعض في السوشيال ميديا بدأوا ينسجوا قصص خيالية عن طقوس غريبة جوه البيت مفيش عليها دليل مادي واحد لحد دلوقتي. الحقيقة الثابتة إن في 4 بلاغات رسمية في النيابة وفي قرار حبس وتجديد، وده معناه إن السلطات لقت قرائن تستوجب التحقيق. إحنا هنا مش بنحاكم، إحنا هنا بنرصد مسار العدالة. القضية دي كشفت عورة في المجتمع، وهي إننا بننبهر بالغلاف. أي حد يلبس بدلة المثقف أو يتكلم بلسان الدين أو يدعي الإنسانية المفرطة بنفتح له أبواب بيوتنا ونفسيتنا من غير بطاقة هوية. السوشيال ميديا في القضية دي كانت سلاح ذو حدين، هي اللي سمحت للبنات إنهم يتجمعوا ويشجعوا بعض، وده جانب إيجابي، وهي برضو اللي سمحت بانتشار إشاعات وتفاصيل شخصية كان المفروض تفضل في إيد القضاء، وده جانب سلبي. لو بصينا لرد فعل المتهم في أول يوم كان ثبات انفعالي رهيب، ده بيحلل لنا إيه؟ بيحلل إن الشخص ده كان مصدق نفسه، ودي أخطر مراحل التجاوز. أما الجاني يشوف إن جريمته هي فعل خير أو علاج، وده بيخلينا نسأل هل إحنا قدام مريض نفسي فعلا محتاج علاج، ولا قدام ذكاء إجرامي بيستغل الثغرات؟ في رأيي المتواضع وبناء على كل اللي فات، بيت فاطم ما كانش مجرد مكان، ده كان درس قاسي، درس بيقول إن الأمان مش كلمة بتتقال، الأمان سيستم، قانون، مؤسسات. الشخص اللي بيعرض عليكي دعم وهو ما عندوش رخصة زي اللي بيعرض عليكي عملية جراحية وهو مش دكتور. النتيجة في الحالتين نزيف، بس في حالتنا دي كان نزيف روح. الحكاية لسه ما اتقفلتش، النيابة لسه بتسطر السطور الأخيرة في قرار الإحالة. بس السؤال اللي لازم تسأله لنفسك قبل ما تقفل الفيديو ده، لو بكرة الصبح ظهر بيت جديد باسم تاني، شعار أجمل، شخص كلامه أحلى، هل هنقع في نفس الفخ ولا خلاص اتعلمنا إن الونس الحقيقي هو اللي ما بيكسرش الحدود، والأمان بجد هو اللي بيمشي في النور مش ورا الأبواب المقفولة؟ الحقيقة بتقول إن في متهم وفي ضحايا وفي قانون، والكلمة الأخيرة للقضاء اللي احنا بنثق فيه. احنا بس فتحنا الكتاب عشان نفهم الحدوتة بدأت فين ورايحة على فين، عشان مفيش حد تاني روحه تتوجع تحت مسمى الاحتواء. هل شايفين إن السوشيال ميديا هي اللي جابت حق البنات؟ ولا كان لازم التحرك يكون قانوني من أول يوم بعيد عن الترند؟ شاركونا في الكومنتات، اشتركوا معانا وفعلوا الجرس واكتبوا لنا تعليق، وياريت تعملوا لنا لايك، هتشجعونا نكمل معاكم. السلام عليكم.